تاني فكرة بيبدأ يعتمد عليها الشخص المتحرش أو الشخص اللي بيعتدي على حدود غيره هي فكرة التلاعب النفسي. يعني إيه؟ إن الشخص بيبدأ يلقط إن الشخص اللي قدامه عنده مشكلة كبيرة جدا في سد احتياجاته. إيه أهم الاحتياجات اللي ممكن يبدأ يلعب عليها؟ فكرة الاحتواء، الحب، الأمان، إن هو بيتسمع، إن هو بيشارك الناس في تفاصيله. فبيبدأ يخش للشخص من المدخل ده إن هو يديله الحب، يسمعه، يشاركه، يحتويه، يكون في ما بينهم لغة حوار بشكل كبير جدا. ومن هنا بيبدأ يشاركه ولكن في تفاصيل جنسية. ممكن تبدأ مثلا بمشاهدة أفلام خاصة بالإباحية، يبدأ يعلمه شوية عن الألعاب الجنسية ويبدأ يتدرج في الأمر دوت لحد ما بيوصل الشخص التاني إن هو مبقاش فاهم هو أنت حد كويس بس أنا حاسس إن في حاجة غلط. وهنا بيبدأ يقع في فكرة هو أنا لو رفضت أصلا اللي هو بيبدأ يعمله أو إن أنا حاسس إن في حاجة غلط، فيبدأ يحس إن العلاقة كلها هيحصل فيها مشكلة وكأن احتياجاته هترجع تاني تقف. مش هيرجع يتسمع، مش هيرجع حد يشاركه، مش هيرجع حد يحسسه بالأمان. ومن هنا الشخص بيقع، يفضل يلف في دايرة كبيرة جدا ممكن تبدأ تستمر معاه لسنين كتير. هل اللي احنا بنحكيه في الفيديوهات دوت ممكن يحصل مع الأطفال من المراهقين بس؟ لا خالص، ده بيحصل كمان مع الراشدين وفي سن كبير جدا. زي التجاوزات اللي بتبدأ تحصل ما بين ولد وبنت، الإطار اللي ما بينهم في التعامل ما بيسمحش بالتجاوزات اللي بتبقى موجودة. وبيبدأ يلعب بقى على الفكرة دي انك انت لو بتحبيني هتقبلي، انت ازاي اصلا ترفضي حاجة زي كده؟ او يبدأ يعاقبها بفكرة الصمت العقابي، لو انت ما وافقتيش فانا مش موجود. وبعد شوية يرجع تاني او يبدأ يهدد انك طالما انت مش موافقة على دوت فده معناه ان احنا مش هنكمل. ولكن هنا في الحقيقة ان احنا فعلا مش بنبقى محتاجين ان احنا نكمل علاقة زي دي، لان بكل بساطة هو اصلا مش محترم الاطار اللي احنا بنتعامل فيه. في النهاية اللي حصل لك مش بيحدد قيمتك ومش ذنبك ابدا. كل شعور بالخوف او الغضب طبيعي وجسمك كان بيحميك بطريقته. دلوقتي وقتك تحمي نفسك وتستعيد السيطرة على حياتك. ابدأ خطوة صغيرة لاستعادة امانك. احجز استشارة مع اخصائي نفسي دلوقتي وسيبنا نكون معاك في كل خطوة.